السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل دلوقتي عزومة على السريع. يعني لو قدامك ساعة بالظبط، او يعني اكتر من ساعة شوية صغيرين، يعني مثلا ساعة ونص ولا حاجة، هتنجزي كل العزومة ديت في ثواني. كمان هتاخدي افكار حلوة قوي. حتى لو مش هتعملي عزومة هتاخدي افكار حلوة قوي ان شاء الله من الفيديو. بس قبل ما ادخل على محتوى الفيديو، بالله عليكم ما تنسوش تضغطوا اللايك وتشتركوا في القناة. انا كان معايا نص كيلو لحمة مفرومة. اللي معايا اللي انا بنزله دوت برغل. نص كوبايه من البرغل نقعتها في ميه مغليه كده. فضلت نقعاها طبعا، قبل ما انقعها غسلتها كذا مره وصفيتها، وبعد كده نقعتها بميه بتغلي. نقعتها لمده نص ساعه بس لقيت بصراحه النص كوبايه كتير جدا على الكفته. فروحت جايه حاطه حوالي، يعني خدت منهم حوالي ربع كوبايه، واللي فاضل عندته في الفريزر. وكمان حطيت بصلتين كبار كده بشرتهم ناعم، ما صفيتش ميتهم. وحطيت شويه كده من البقدونس بقى، من الكزبره، من الشبت الموجود عندك. فرمتهم برضو ناعم كده او قطعتهم ناعم. وهبدا كل دوت كده اعجنه ببعضه كده. حطيت كيس كده من ال11 بهار. 11 بهار ده جميل جدا، بيتباع في اي محل يعني او اي سوبر ماركت. ما بستغناش عنه بجد. فيه 11 تابل كده من التوابل، طعمهم حلو قوي. بيخلوا نفس الكفتة مميز، او نفس التتبيلة ايا كان التتبيلة. ممكن تستغنوا عنه وتحطوا توابل كفتة او التوابل اللي انت بتفضليها دوت. مش اجباري يعني في الوصفة. هبدأ بقى ان انا اجيب كده عصاية كده من اللي هو اللي بتاعت الشاليمو اللي احنا بنشرب بقى العصير. على ظهر معلقة، على ظهر سكينة تكون رفيعة خالص كده. المتاح عندك اعمليه، او عصيان من عصيان الشيش طاووق اللي عندك اعمليه. وهبدا ان انا اصبع عليهم الكفته كده. وهبدا ان انا اجيب الصينيه بتاعتي، حطيت فيها كده معلقه من السمنه البلدي. ودهنتها فيها كده علشان الكفته ما تلزقش، لان انا عارفه ان الكفته ديت ما فيهاش نسبه دهون. انا كنت عايزه احط فيها ليا او اي دهون، بس بصراحه ما كانتش متوفره عندي. وعارفه ان اللحمه ديت خاليه كده من الدهون، ما كانش فيها دهون، فعشان كده دهنتها من تحت. هبدا بقى ان انا اعمل بقى حجم الصباع دي بقى، انت اللي بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه. عايزه اكبر من كده ماشي، عايزه اقل من كده ماشي. وبالطريقه دوت ما شاء الله عملت كميه محترمه من نص كيلو. ما شاء الله الصباع كبير وتخين، يعني بسم الله ما شاء الله. زودت الكميه، وكمان طعمها حلو قوي قوي. البرغل بصراحه مخلي طعمها حلو قوي، بس مش تقفري في البرغل. يعني ما تحطيش كميه كبيره. هحطها بقى في فرن حامي يعني، او بارد، او اقصد معلش يكون سخن جدا. لازم الفرن يكون سخن عشان تنجح معاكي الكفته. تمام. هبدا بقى ان انا اعمل الطحينه. طبعا لقطه الطحينه دي ما جاتش، الطحينه دي انا عاملاها هنا في البيت من الالف للياء. يعني انا عاملاها في البيت حلوه جدا، وكنت عملتها قبل كده معاكم على القناه لو ربنا ذكرني. هسيب لكم لينك الطحينه تعملوها في البيت، موفره جدا 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 عن بره. الكيلو بره وصل مبلغ وقدره، لا هتعملها في البيت بمنتهى السهوله. شوفوا ما شاء الله بتزيد معايا وجميله جدا وفاتحه جدا. انا عايزه اقول لكم الاضاءه كمان مغمقاها. حطيت عليها شويه من الطحينه الخام، حطيت عليهم شويه من الميه، وشويه كده معلقتين من الخل، وعصره ليمونه كبيره. وهبدا ان انا اعملها كده قوام الطحينه بقى زي ما انت عايزه. يعني ما شاء الله دول حوالي ما كملش نص كوبايه من الطحينه. عملت كميه محترمه كده. طبقين ما شاء الله مليانين كده من الطحينه. حطيت شويه برضو كمون وشويه ملح وانا بضربها كده. وبدأت بقى ان انا خلاص بقى ايه، احط عليها شوية كده من الشط، وتختياري برضو براحتك. وشوية كده من الشبت علشان المنظر يبقى شكله حلو. كمان هعمل بقى صينيه بقى من البطاطس. عايزه اقول لكم بقى طعمها في منتهى الجمال. اعمليها بالطريقه ديت حلوه قوي، مش هتحس باي زفاره للفراخ اطلاقا. طبعا الفراخ اللي انا هحطها ديت انا غسلاها ونقعها كويس جدا بملح وليمون وجنزبيل، وسبتها منقوعه ساعتين 3. بعد كده غسلتها كويس جدا. هجيب معلقه كده حلوه كده من السمنه او من الزبده او ايا كان الماده الدهنيه اللي انت بتفضليها. وابدا احط كده فصين 3 كده من المستكه، بديها ريحه حلوه قوي. وكم ورقه كده من اللورة. واحط كمان برضو حبهان، فصين حبهان. بس اعرفي انت حاطه قدين حبهان وحاطه قدين لورة وحاطه قدين مستكه. المستكه كده كده بتسيح اصلا، مش بيبقى لها اثر. بس الحبهان واللورة اعرفي انت حاطه قدين، عشان في الاخر تشيليهم ما يجيش في بق حد. كان معايا فرخه كده او فرختين يعتبر. انا قطعت اللي انا قطعته وعينت الباقي يعني، على حسب الموجودين. دول 3 فصوص من الحبهان. وهبدأ ان انا ادي الفرخة صدمة كده من الناحية دي، وهديها صدمة من الناحية دي. دي بتقفل مسام الفرخة، بتخليها جوس وطرية جدا من جوه. وكمان ما بتسيبش اي اثر للزفارة نهائي في الفراخ. وطعمها بيبقى مميز اوي في صينية البطاطس. بالله عليكم اللي نسي يحط اللايك ما تنسيش تحطي اللايك، ما تكسليش.
يا جماعه اللايك دي مش عليه فلوس، اللايك دوت بس بيرفع الفيديو وبخلي الكل يستفاد من الفيديو. تمام. هبدا بقى ان انا اقلبها كده شمال ويمين، وبعد كده بقى ايه هبدا احط كمان عليها شويه من الفلفل الاسود، وكمان شويه صغننين كده من الملح. دي مش الحدق بتاعها، انا هحط تاني بس علشان خاطر تديها بس كده تدخل في قلب نسيج اللحمه كده، وتخليه مش عاتب كده، ولا طعمه ايه دلع كده زي ما بيقولوا، لا يبقى مظبوط ولحمها طعمه حلو. كمان فرمت كده بصلايه كبيره. طبعا عايزه اقول لكم البصل بقى بيديها تسكيره وطعم حلو جدا. شوحتها كده كمان. هبدا بقى احط التوابل بتاعتي. حطيت شويه من الكمون، وحطيت شويه كده من الجنزبيل. الجنزبيل حلو جدا برضو، بيمنع اي ريحه غير مرغوب فيها في الفراخ. وكمان شويه من الشطه، بالرغم ان انا وانا بفرم الطماطم حطيت قرن من الشطه، بس برضو زي ما قلت لكم الشطه عندي مش سبايسي قوي، فحطيت شويه كده من الشطه. وطبعا دي اختياري، ممكن تستغنوا عنها لو ما بحبش الاكل حراق. حطيت بقى الملح بتاعه عشان اظبطها. كمان معلقه كبيره كده من الثوم المفروم. البطاطس بتحب الثوم، عايزه اقول لكم ريحتها وهي في الفرن بقى بالثوم ده، عايزه اقول لكم جباره. يعني صينيه البطاطس معروفه لازم الثوم. كمان هجيب قرن من الفلفل كده، وابدا ان انا اوزعه على الصينيه بتاعه البطاطس، بيديلها ريحه جباره برضو. فانا عايزاكم بقى تاخدي افكار، حتى لو مش هتعملي عزومه هتاخدي افكار ولو بسيطه من الفيديو ده. بالله عليكم اللي استفاد من الفيديو ولو حتى بمعلومه بسيطه، او طلع باي معلومه من الفيديو، ما ينساش يحط اللايك بتاعه وكومنت حلو يشجعني، ودعوه حلوه ولكم بالمثل ان شاء الله في الايام المفترجه اللي احنا فيها. تمام. هبدأ بقى ان انا اقلب بقى البطاطس كده شمال ويمين كده مع الفراخ، وهبدأ اظهر الفراخ. يعني هحط الفراخ على الوش كده بتاع البطاطس، علشان لما اجي ادخلها الفرن او لما تستوي يكون البطاطس هي اللي فوق، وتاخد التشميعة كده بتاعت الشواية كده، فبتبقى بقى نفسها جبار، بتطلع كده متحمرة كده كأنها مشوية، بتبقى شكلها تحفة. وكمان هوريكم شكل الاكل في الاخر ومنظر في صينية البطاطس، بجد حاجة كده اللهم بارك وهم. طبعا فرمت كمية من الطماطم وحطيتها عليها. الطماطم حاسه ان هي مش حمرا قوي، فاضيف لها معلقتين من الصلصه الجاهزه. وطبعا برضو الصلصه الجاهزه دي اختياري مش اجباري، بس علشان شكل صينيه البطاطس يطلع مظبوط وجميل. وهبدا بقى ان انا احط لها شويه كده قد نص كوبايه كده من الميه، وخلاص غطيت عليها على نار عاليه، واول ما تبدا تغلي ههدي عليها. اسفه جدا مقطع الطحينه اتعاد تاني. انا عايزه اوريكم بس برطمان الطحينه ده، انا عملته معاكم في فيديو ما شاء الله، كان كيلو من الطحينه. هما دول الباقيين منه، بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اوريكم، هو بقاله شهر كده في التلاجة، حاجه كده اللهم بارك. بصوا مروعه، بصوا قوامها عامل ازاي، وبقالها شهر. وشوفوا شويه صغيرين اللي انا حطيتهم قدين، هيبقوا كميه محترمه جدا من الطحينه. عايزاكم بس تجربوها. طبعا دي طحينه خام انا عاملاها معاكم في البيت، برضه هسيب لكم الفيديو زي ما انا قلت لكم في صندوق الوصف، عشان تدخلوا تتفرجوا على الفيديو بجد تستفادوا منه. لو انت هتشتري شويه قد اللي انا حطوهم دلوقتي في البوله الصغيره دي، هتشتروا شويه دول ب10 جنيه. لو انت هتشتروهم سايبين مش هيعملوا لكم اي حاجه بجد، ولا هيكفهم. انا عملت ما شاء الله كميه حلوه قوي من الطحينه الخام. عايزاكم بس تتفرجوا عليها تستفادوا كتير كتير كتير، وهتوفروا اكتر بكتير. معلش بقى، هي جت الحته ديت بس، المقطع دي بس، وبقيه المقطع انتوا شفتوه في الاول. هو تبادل، كان حصل تبادل كده. يعني اللقطه دي جت بعد اللقطه الاولانيه، كانت المفروض تيجي في الاول. هعمل بقى شويه رز بشعريه، بس عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. شويه كده من الزيت النباتي، وحطيت معلقه كده من السمنه، ايا كان بقى نوع السمنه اللي انت بتفضليها، بلدي او زبده او اي حاجه. واحط شويه من الشعريه طبعا. هبدا بعمل الرز الشعريه، كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوه لغايه ما الشعريه لونها يبقى ذهبي معايا كده. هبدا احط عليها بقى ايه الرز، وهبدا ان انا اجيب الرز بقى اقلبه من فوق لتحت كده الاول في قلب الشعريه كده والماده الدهنيه، لغايه ما كل رزايه من دول يشربهم كده بالماده الدهنيه. تمام. وهبدا اقلبه بقى واجيبه من تحت كده لفوق. طبعا حطيت الملح بتاعه، طبعا مقدار الرز برضو على حسب عدد افراد الاسره الموجودين. هبدا بقى ان انا اسيب بقى الاسباتيولا دوت، واجيب حاجه تانية كده اعرف اقلبه كويس، لان الاسباتيولا دي تحس ان هي كده ايه مايعه كده بتروح وبتيجي معاكي كده، فانت مش عارفه تتحكمي فيها كويس. تمام. احط بقى القعد بتاعه، مش شرط تحط ميه سخنه على فكره خالص، بس انا عايزه اقول لك معلومه، لو انت مستعجله وعايزه الرز بتاعك يقوم بسرعه ومفيش وقت، ممكن تكوني بتغلي شويه ميه على النار في كاتل، او في براد، ولا في اي حاجه، وتقومي ضيفاها على الرز او في حله حتى، يخلي الرز يجي معاكي بسرعه.
خلاص كده انا خلصت الاكل بتاعي. تعالوا بقى ما نشوف شكل الاكل في الاخر. السفرة ما شاء الله تفتح النفس. ادي الطحينه وده الكفته كمان كانت خلصت ما شاء الله. وكمان مخلل الزيتون اللي انا كنت عملته معاكم من 8 شهور فاتوا، لو ترجعوا تشوفوه. كمان صينيه البطاطس الجباره، عايزه اقول لكم طعمها روعه وريحتها اروع. كمان الرز ابو شعريه كمان خلص معايا هون. ودي سلطه خضراء عملتها هي. سلطة خضراء عبارة عن طماطم وخيار وبصلاية صغيرة وشوية من البقدونس وقرن فلفل وقرن شطة كده وحاجة كده دلع خالص ما شاء الله. بصوا صينية البطاطس انا عايزة اقول لكم كانت وهم. الكفتة تحفة ما شاء الله، طرية جدا وجوسي وزي العسل. وشوية عيش بقى وبألف هنا وشفا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع ألف سلامة. ما تنسوش اللايك.